السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج على القهوة. في بداية الحلقة بتمنى دعمكم لايك واشتراك وشير وتفعيل الجرس. نبدأ حلقتنا بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله. قلنا قبل كده إن كولر ماشي بمبدأ محدش يتوقعني، مدرب عنيد وبيثبت للأهلوية وللإعلام المصري إن هو عنيد. كلنا طالبناه قبل مباراة إنبي إنه يريح اللعيبة الأساسية عشان الحلم الأفريقي ونهائي أفريقيا قدام الوداد، لكن هو طلع في المؤتمر الصحفي وقال أنا ما أقدرش أعمل كده عشان الفرق اللي أنا بلعبها ما تحسش إن أنا متهاون. كولر قدام طلائع الجيش ريح كل اللعيبة الأساسية بما فيهم علي معلول. الاهلي لعب قدام طلائع الجيش، كان حكم المباراه محمود البنا، لعب في حراسه المرمى بالناشئ مصطفى شوبير لاصابه علي لطفي ومحمد الشناوي، من اليمين للشمال خالد عبد الفتاح، محمود متولي، ياسر ابراهيم، محمد اشرف. في وسط الملعب لعب بديانج والسوليه والقندوسي وصانع العاب نمره 10 وهو قفشه. لعب قدام بعبد القادر ومحمد شريف. ظهرت في المباراه في الشوط الاول عدم الانسجام، وده طبيعي. احنا قلنا لكولر ان انت عندك رفاهيه راحه بعض اللاعبين ورفاهيه اهدار بعض من النقاط، لان انت بنسبه كبيره حسمت الدوري. الشوط الاول القوه الضاربه في نص الملعب ما سيطرتش على المباراه للغيابات، منهم حمدي فتحي ما قدرش يسيطر على نص الملعب، واحنا عارفين ان الاهلي القوه الضربه بتاعته في منتصف الملعب وبيجي بعد كده الطرفين. عندنا احمد عبد القادر بيواصل نفس سلسله الترقيصات الزياده عن اللزوم وتضييع الكره والترقيص اللي ملوش لازمه. لازم حد يتكلم معاه ويقول له انت بتلعب في النادي الاهلي، مفيش الكلام ده في النادي الاهلي. كان بيحضر المباراه النهارده والد قفشه وكان وشه حلو عليه. تيجي الدقيقه 46 من تسديده بتفكرني بالقضيه ممكن من خارج منطقه الجزاء لتسكن الهدف الاول في شباك طلائع الجيش. انتهى الشوط الاول بتقدم الاهلي بهدف قفشه، تسديده جميله ولا اروع. بيبدا الشوط الثاني الاهلي بيحاول يسيطر على مجريات الامور في المباراه، بيحاول يلعب على الاطراف، بيدعم خط الهجوم بكهربا، بينزل برونو سافيو، بيحاول يسيطر على الماتش. طلائع الجيش ما كانش بالقوه الكافيه في ظل غيابات الاهلي انه يحقق حتى التعادل. الاهلي سيطر على المباراه يمينا ويسارا، جبهه الشمال وقعت منه في ظل غياب علي معلول. وسط الملعب ما كانش بالقوه الكافيه اللي احنا نامل فيها، بس احنا ما عندناش مشكله، قلنا ده كله من اجل بطوله افريقيا. تيجي الدقيقه 91 لخبطه داخل منطقه جزاء طلائع الجيش، تسديده في الثانيه تيجي في ايد المدافعين، يحتسب يرجع للفار الحكم محمود البنا يحتسب ضربه جزاء وكارت احمر للمدافع. خش السوليه، طبعا السوليه دخل علشان علي معلول غايب عن المباراه، بيحطها بقوه راح معاه حارس المرمى، لكن تسكن الشباك في الدقيقه 91 وتقدم النادي الاهلي على طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شيء وانتهت المباراه. ده الفوز ال 24 للاهلي على طلائع الجيش، هزيمه واحده للنادي الاهلي، 7 تعادلات. الاهلي ان شاء الله المباراه الجايه برضه يحاول يريح بعض اللعيبه، قلنا عشان خاطر افريقيا، عشان خاطر الاجهاد. الشناوي بيحاولوا بيحقنوه بالبلازما عشان خاطر المباراه النهائيه. ان شاء الله محتاجين الشناوي في المباراه النهائيه، مباراه قويه جدا قدام فريق قوي جدا وهو الوداد المغربي. خسرنا قدامه السنه اللي فاتت، طبعا عارفين المباراه الشهيره اللي اتلعبت في مركب محمد الخامس اللي خسرها الاهلي. ان شاء الله السنه دي نستعيد اللقب، وان شاء الله الشناوي يكون حاضر في المباراه دي. اعلن الاتحاد الافريقي تعيين الحكم الاثيوبي بملاك سيما لمباراه نهائي افريقيا اللي هتتلعب في المغرب. الحكم الاثيوبي خسرنا على ايده نهائيين ضد الوداد 2017 وضد الترجي 2018. اتسرع الاتحاد الافريقي انه يعلن اسم الحكم، دلوقتي بيثير كثيرا من اللغط. سيمبا
قدر لنا مباراه السنه دي في دوري المجموعات، وكانت ضد سان داونز اللي انتهت بالتعادل 2-2 في استاد القاهره. حكم ابتسامته جميله جدا، سريع جدا، بس بيثير بعض من اللغط. بدري قوي ان الاتحاد الافريقي يعلن في اليومين دول لحكم مباراه الوداد اللي هتتلعب طبعا في المغرب. طبعا احنا عارفين انه تحدد الحكم معتز ابراهيم هيحكم مباراه الاهلي والوداد هنا في القاهره، وبيساعده على الفار مصطفى غربال، والكاميرونيه فومو. بنتمنى لهم التوفيق. الحكم اللي حكم كويس مصطفى غربال طبعا كلنا عارفينه. حكمه فومو مجهوله الهويه بالنسبه لنا. اتمنى ان الحكمين يكونوا موفقين في المباراتين هنا وهناك، واتمنى من النادي الاهلي انه يحسم اللقب من القاهره. الخبر الثاني عندنا المستشار مرتضى منصور يبحث عن موسوعه جينيس في المؤتمرات الصحفيه. الزمالك يكسب يعمل مؤتمر صحفي، الزمالك يخسر يعمل مؤتمر صحفي، الاهلي تاجل له مباراه يعمل مؤتمر صحفي. احنا زهقنا كلام مكرر. انا عايز اعرف انهي صفه اللي موجود فيها سياده المستشار مرتضى منصور حاليا. هل انت رئيس الزمالك؟ مستشار مرتضى منصور ده تقريبا المؤتمر رقم 3310، فاكرين العده اللي قد كده. عايز يخش موسوعه جينيس في المؤتمرات والبيانات الصحفيه. نفس الكلام، الساعات، التاجيلات، الاحتيال المالي العام. بيتهيألي كده من يومين نادي الزمالك بعت خطاب لوزاره الرياضه مفيد الخطاب انه نفذ حكم عزل مرتضى منصور عن رئاسه نادي الزمالك. طب حضرتك في المؤتمر بانهي صفه؟ عضو في نادي الزمالك، رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، وكلنا بنحترم احكام القضاء وانت اولهم. عايز اعرف ايه الصفه اللي حضرتك طالع بيها؟ بتطلع تشتم وترمي الناس بالباطل بدون ادله، والمطبلاتيه يسقفوا. كابتن جمال عبد الحميد امبارح في قناه الزمالك قال سياده المستشار مرتضى منصور هو الرئيس الوحيد في مصر الذي بحث عن السلام في كره القدم. ده انت شتمت مصر كلها بامهاتها وابهاتها. ده اسمه نفاق. انت يا كابتن جمال بتمحي تاريخك. انت بتقعد يا كابتن جمال في الاستوديو في مكالمه هاتفيه للمستشار او في حضوره ووشك في الارض ما بتقولش كلمه. المستشار مرتضى اللي بحث عن السلام في كره القدم ده مفيش حد ما شتموش، مفيش اعلامي ما شتموش زملكاوي او اهلاوي. طلع لنا سياده النائب ثروت سويلم بيقول ان في تحركات لفتح القيد لمسانده نادي الزمالك في البطوله العربيه. هو احنا ليه بنحب اللغط وبنحب نتكلم كتير في لوائح؟ طب حضرتك هتفتح القيد لنادي الزمالك بس؟ طب الزمالك هيجيب لاعب من اي نادي ويلعبه في البطوله العربيه بس، ولا هيلعب معاه في الدوري؟ طب ما الاهلي يستاذن الاتحاد الافريقي انه يفتح له القيد، والوداد يستاذن الاتحاد الافريقي انه يفتح له القيد، ونجيب ميسي وكريستيانو يلعبوا النهائي هنا وهنا. هتفتح حضرتك القيد ازاي؟ طلع علينا مره اخرى كابتن جمال عبد الحميد قال القيد قبل كده اتفتح الفجر للنادي الاهلي. انتوا ليه بتجادلوا في الباطل؟ ليه بنجادل في الباطل؟ ليه بنخالف اللوائح والقوانين؟ ليه بنسير اللغط؟ ليه بتخلونا احنا نتكلم في مواضيع العالم كله لو سمعها والله هيطلب لنا تحليل مخدرات؟ مش عارف اقول غير كده.
مش عارف صراحه اقول غير كده. اوسوريو اجتمع مع اللعيبه وطالبهم بالفوز في المباريات اللي جايه. انا مش عارف انت قاعد ولا مش قاعد صراحه، في ظل عدم وجود مجلس. مش عارف. خطه غير موفقه بالنسبه للعيبه، لعيبه مش في الفورمه، لعيبه لا تصلح تلعب بالتيشيرت الابيض، وكلنا عارفين. فرطت في لعيبه كتير. فانا مش ما عنديش فكره. انت قاعد ولا ماشي؟ صراحه هتجيبوا موسيماني؟ هتجيبوا ميدو؟ ميدو رافض راح اوسوريو، احنا قلنا قبل كده. كل الدنيا دلوقتي، كل اللعيبه الزملكاويه اللي ليهم كلمه داخل نادي الزمالك مختلفين على اوسوريو. ناس بتقول سي في ضخم جدا ويقعد، وناس بتقول لا ده هي حتى طريقه لعبه غير مناسبه في الدوري المصري عامه. الله اعلم اوسوريو قاعد ولا ماشي. كان عندنا خبر كده من بعض المصادر ان في حارس كبير واحتماليه ان هو يكون محمد ابو جبل بنسبه 90%. ليه مدير اعمال قال له انا هوديك النادي الاهلي بمبلغ كبير. فبدا اللاعب يضغط على اداره النادي في البنك الاهلي ان عقده يرفع. راح نفس مدير الاعمال لاداره النادي الاهلي قال لهم انا عايز حارس من عندكم اطلعه هو بنسبه كبيره، مصطفى شوبير، اطلعه واجيب لكم محمد ابو جبل. ردت عليه اداره الاهلي احنا ما بنفكرش في بيع او اعاره اي من حراس المرمى الموجودين في النادي الاهلي. فبالتالي الاهلي مش عايز ابو جبل. التزم سنه او اتنين او تلاته يمكن تيجي النادي الاهلي. التزم سنه او اتنين او تلاته لعل وعسى تيجي النادي الاهلي. عندنا مصطفى شوبير حارس صاعد، علي لطفي حارس وتد. ما تحاولش تضغط على اداره ناديك، مفيش الكلام ده. الاهلي مش عايز حراس مرمى، ده في الاساس. امهل النيجيري جونيور اجاييه ناديه مهله 3 ايام. العمليه اللي عملها جونيور اجاييه كانت كسر في رجله، اتعملت بطريقه خاطئه. فامهل الاداره 3 ايام ان هم يصرفوا له مستحقاته عشان مستقبله ما يضيعش، وان هم يعالجوه لان هو محتاج تدخل جراحي مره اخرى. اجاييه قال ان هو اشتكى في الفيفا. ايا يكن، عندي لاعب انا اشتريته حتى لو ما لعبش ولا مباراه، اتصاب في التدريبات في مباراه وديه، انا متكفل بكامل علاجه سواء في مصر او خارج مصر. وكلنا عارفين اجاييه نجم الاهلي السابق ان هو لاعب محترم جدا. وعلى فكره اجاييه من اغلى الصفقات اللي اشتراها النادي الاهلي في التاريخ. يمكن نمبر 1 كان هو اغلى صفقه جونيور اجاييه. فبنطالب نادي سموحه ان هو يعالج اللاعب بتاعه. جونيور اجاييه لعيب كويس جدا ولاعيب محترم، بنتمنى له كل الشفاء. محمود علاء اتوقف مباراتين و20,000 جنيه غرامه لما بدر منه من سوء سلوك في مباراه المصري والاتحاد بعد خروجه مطرود. بتمنى من الله ان الحلقه ان شاء الله تكون عجبتكم. بتمنى دعمكم، لايك واشتراك وشير وتفعيل الجرس. ان شاء الله استنوا مني كل جديد. سلام عليكم.